يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نرحب بكم ونجتمع بكم بفضل الله تعالى في هذه السهرة المخصصة لإصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور أسعيد بويزري. نصلح ذات بيننا دائما بناء على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. نرحب بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، ونرحب أيضا بالجالية المسلمة في المهجر التي تتواصل مع البرنامج عبر الاتصالات، سواء كان ذلك على المباشر أو عبر المراسلات عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني. في هذه الحلقة عنوان الحلقة ولا تنازعوا، مثل عنوان شعار هذا الموسم ولا تنازعوا. نقوم بفك النزاعات والخلافات ونقترح عليكم أفضل وأنجع الحلول، ألا وهو إصلاح ذات البين. مرحبا بكم مجددا. إذن قبل هذا وذاك نرحب بفضيلة الدكتور أسعيد بويزري المتواجد معنا ومعكم من وسط هذا الفضاء الإعلامي التلفزي لقناة القرآن الكريم الخامسة لإصلاح ذات البين. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة، بارك الله فيك. دكتور؟ الحمد لله، نسأل الله دوام النعم. الحمد لله دكتور. كيف هو الصلح وإصلاح ذات البين؟ الحمد لله ماشي والحمد لله، نسأل الله المزيد. فالصلح يتمدد في القلوب كما يتمدد في الأسرة ويتمدد في المجتمع بشكل عام، والحمد لله. وفقك الله دكتور. وهذا هو فضل الإصلاح بين الناس، كما تعودتم دائما مشاهدة برنامج والصلح خير في سهرة كل ثلاثاء. إذن شعار هذا الموسم ولا تنازعوا. لا أنسى أن أرحب بالزميلة زينب التي تتواصل معنا عبر لغة الإشارة وتترجم هذا اللقاء عبر لغة الإشارة، خاصة أن فئة الصم تنتظر هذا البرنامج، وفئة الصم هي أيضا تعيش بعض الخلافات والنزاعات، وهذا مناسب لها لفهم كل حلقة وفهم فضل الإصلاح بين الناس. إذن ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. قبل ذلك مضمون الحلقة اليوم في البداية سيكون الرد على بعض القضايا التي بقيت في الأسبوع الماضي عندما شاهدتم البرنامج مسجل، وأيضا عنوان الحلقة ولا تنازعوا حتى تطمئن الأنفس ويكون الاستقرار ويكون الأمن بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أطراف أخرى. وستشاهدون معنا في برنامج والصلح خير الروبورتاج الأول الذي يتعلق بعائلة يمينة ومحمد. يعني هذا المشكل الذي تعيشه هذه العائلة سنكتشفه في الحلقة. ثم الروبورتاج الثاني هو زيارة ميدانية ومتابعة كاميرا برنامج والصلح خير لتصوير زيارة خبير إلى هذه العائلة حتى نفهم أكثر وأكثر القضية بالنسبة لهذه العائلة. قبل هذا وذاك دعونا نشاهد ونستمع إلى الأرقام الهاتفية وعنوان البريد الإلكتروني لبرنامج الصلح خير، ونعود مرة أخرى للبلاتو. تابعوا معنا. لمن يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz، كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42.
إذا دكتور نعود لعرض القضايا. إذا بالنسبة لقضية سعيدة أولا من ديار الغربة، فتيحة من ديار الغربة أيضا فرنسا، أحسن من ديار الغربة أيضا من فرنسا، وكريمة من فرنسا. دكتور، إذا نبدأ سعيدة من ديار الغربة. تقول مشكل عائلي، هي متزوجة ولها أولاد وبنات. تقول مشكلتي هي في التسامح، تضررت كثيرا ولمدة سنوات عديدة هي وزوجها وأولادها في الغربة من عائلة زوجها. يعني تعرضت تقول إلى الإهانة، إلى جروح عديدة في مشاعري، حتى كرامتي تعرضت إلى الإهانة. يعني كانت تشعر بتقول هكذا بين قوسين لا رحمة ولا شفقة من طرف هذه العائلة، عائلة الزوج. تقول ولكن رغم ذلك حاولت أن أسامح، ولكن إلى حد الآن لم أستطع. تطلب من فضيلة الدكتور سعيد بوجزي أن يعطيها لسعيدة من ديار الغربة وصفة حتى تستطيع أن تسامح، وهي تعلم أن هذا الأمر صعب بالنسبة لها. دكتور تفضل. لك الفضل نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم والصلح خير. مرحبا يسمون لا سلام نوان أرث ذويلت نوان والصلح خير. بداية أختي سعيدة من فرنسا، ما تعانين منه من ألوان الضرر والإهانة وجرح في المشاعر هذا من الأذى الممنوع شرعا، مما أثير في كتاب الله عز وجل، مما ورد في كتاب الله العزيز قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فإذا كان الأمر للناس، وقولوا للناس حسنا، فالأمر يتجه إلى المسلمين المؤمنين ليحسنوا القول للناس مطلقا، مطلق الناس أي بلا استثناء. والأرحام والأقارب والأصهار أولى بالقول الحسن، أولى بالكلمة الطيبة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. والترويع أو التخويف قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. بالفعل نعم. لذلك أخت سعيدة وهي تعاني من ألوان هذا الضرر داخل الأسرة، حيث الأمان يفترض أن يكون هناك أمان، أن يكون هناك احترام، أن يكون هناك تقدير، أن يكون هناك مراعاة للمشاعر، ولكن كل هذا للأسف تخلف، كان غائبا. ما يخالفه هو الذي حصل. نعم. لذلك وهي تقول ملخصة كلامها: بلا رحمة ولا شفقة. ولا شفقة نعم. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل من أسمائه الرحمن، الرحمن الرحيم. هذه الصفة العزيزة الغالية عند الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا بأن ترافقنا هذه الرحمة في حياتنا، لأن وجود الرحمة في حياة الناس هو الذي يجعل الحياة لذيذة، هو الذي يجعل الحياة جميلة مريحة. أما إذا غابت الرحمة من قلوب الناس وحلت محلها النقمة، فللأسف الشديد تضيق الأرض على الناس بما رحبت. أما أنت يا أختي سعيدة، أنصحك بما يلي. أولا قال ربنا جل جلاله، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هذه الآية هناك 3 توجيهات إلهية من رب العزة جل جلاله. التوجيه الأول: والكاظمين الغيظ، هما آذوك أنت كظمي غيظك. 1. 2 قال ربي: والعافين عن الناس. والعفو أشمل من المغفرة. ممكن واحد يغفر لآخر ولكن يبقى الأثر. أما العفو يفيد محو الأثر، ما تبقاش لي سيكاتريس. يقول واحد: عفيت عليك، معنى عفو تام. المغفرة لا،
المغفرة يقول ما لا أرد الضرر، نعم. لا أرد عليك الأذى، لا، غفرت لك، ولكن قد يبقى الأثر في قلب الإنسان. نعم، لأنه كاين يقول لك يكون السماح، ولكن لا أستطيع أن أنسى الضرر أو نعم. الجروح أو الإهانة أو صحيح. المغفرة هذه مستوى، والمستوى الأرقى هو العفو. العفو معناه محو الأثر تماما. تماما. نعم. لذلك يوم القيامة إنسان ربي يغفر له، يشوف الذنوب نتاعو، ولكن ربي يغفر له، ولكن العفو بيضاء، صفحة بيضاء، لا شيء. نعم. هو ممكن يقول له الملائكة، يقول أنا كان عندي أخطاء وعندي ذنوب، يقول لا عفو. لذلك نحن في الدعاء نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لذلك يا أختي سعيدة، هو ربي ذكر الدواء الثاني، الدوزيام روميد في لوردونونس، نعم. قال والعافين عن الناس. الثالث قال والله يحب المحسنين. أحسن لمن أساء إليك. أعلم علم اليقين بأن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى رياضة كبيرة جدا باش واحد يأذيك وتحسن إليه، ماشي حاجة بسيطة. نعم. ولكن هذا أمر خفيف على أرباب العزمات. نعم. خفيف على أرباب العزمات. لذلك ربي قال والله يحب المحسنين. نعم. وقد قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ولطالما استعبد الإنسان إحسان. فاعل مؤخر. ولطالما استعبد الإنسان إحسان. نعم. طيب، العلاج الثاني في هذا الأوردونونس ما هو؟ قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. نعم. وما قالش بالتي هي حسن، قال ادفع بالتي هي أحسن. نعم. هي أحسن. هذا الدواء الثالث أو الدواء الرابع. الدواء الخامس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. يعني ما تضروش الناس، وإذا كان ضروكم ما تضروهمش. خلي هذا. والدواء الآخر أنك مأجورة فيما صبرت فيه. يعني أنت صبرتي. نعم. أكيد كل هذه الأمور، هذه الأدوية، هو الطبيب كي يعطي الدواء نجاة يقول لازم تصبروا. نعم. الدواء المر دائما تشكك وكذا، ولا العمليات الجراحية يقول ولكن كان قرحة تنفع أنت. يعني وفي الصلح صبر، وفي العفو صبر. نعم، بارك الله وفي فيك. التسامح صبر. صبر. لو كان الصبر المصلح يصبر أيضا على الناس. نعم. المصلح دكتور. يصبر على أذى الناس. لذلك لومبالاج نتاع كاع هذه الأمور هو الصبر. الصبر. ولكن الصبر الجميل. هي لا دوز دكتور. نعم. نعم. ربي قال فصبر جميل. فصبر جميل. نعم. الصبر بلا شكوى. صبر بلا أذى. وثاني دواء آخر أيضا في هذه الوصفة الطبية، ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هو عندك أجر كبير. وربي قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. كل هذه المعاني إذا استحضرت إن شاء الله تعالى، يأتي الدواء الأخير راه موجود في سورة البقرة، الصفحة اليمنى، آخر آية في الصفحة اليمنى، الآية 281. نعم. واتقوا يوما نعم. ترجعون فيه إلى الله. بلش نقول هذه الأصهار وهذه العائلة والناس قاعد يظلموا بعضهم البعض، نقول له لازم تفكروا بلي هناك آخرة. هذه هي الخاتمة الممتازة دكتور. نعم. ربي سبحانه يعلم بأن الظلم مرير. الظلم مر. ماهوش حاجة بسيطة. علاش ربي قال في الحديث القدسي الجليل فيما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي نعم. فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. حرموا ربي على روحه قبل ما يحرموا بين الناس. نعم. وبعدين هذه الآية أعود إليها، الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن بهذه الطريقة يا أختي سعيدة إن شاء الله تعالى ترتاحي. وزيد نقول لك حاجة أخرى أختم بها، ربما تنسحب على كل القضايا التي ستأتي. نعم، لأنها لم تستطع حق صراحة. قالت لك ما قدرتش نسامح. معليش سعيدة، جاب لي ربي هذه الوصفة الطبية طبقيها برك، هذا ما كان. نعم. ونفكرك ثاني بحاجة ذكرناها فيما سبق في حلقة من حلقاتنا. هذا الحكيم العارف بالله. نعم. يقول كونوا كالشجر ترمى بالحجر
وتعطيهم أشهى الثمر. يا ريت نكونوا هكذاك دكتور. إلي يكون أم التجرة نعم. أتسكثن مدن سيزارة نتسثد ساك الغلة وتساك الثمرة. نعم إن شاء الله دكتور. إذن كان هذا بالنسبة لقضية سعيدة من ديار الغربة. سيدة فتيحة من فرنسا دكتور تطلب من برنامج والصلح خير، تقول أنه دائما في البرنامج أحاول أن أتصل ولكن دون جدوى، يعني عندنا بزاف اتصالات. سيدة فتيحة من فرنسا دعاء لأولادنا في الغربة، وتقول دكتور تطلب منك أفضل دعاء حتى تردده فتيحة كل يوم لأولادها. تفضل دكتور. كالفضل أختي فتيحة، أولا نسأل الله عز وجل لكم العفو والعافية، ولنا جميعا العفو والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء، وأن يجعل أولادكم إن شاء الله، وأن يجعل أولاد جميع المؤمنين والمؤمنات من أعلام الهدى، وأن يجعلهم من مصابيح الدجى، وأن يجعلهم من أهل الصلاح والخير. بالنسبة لعدم الاتصال والمعروف يعني نعم. نعم. التكنولوجيا لا تتحول إلى سبب للأزمات. نعم. يعني أعطي هذه الملاحظة لأنه بعض الإخوة اليوم يعني حاولوا الاتصال، فاتصلت ببعضهم فقلت له نفس الكلام وسنردده باستمرار، لأنه كل شيء بقضاء وقدر. نعم دكتور. ربما الآن وأنا في المباشر وأنت في المباشر هناك اتصالات يعني المشاهد أيضا يريد الاستماع والتمعن في مقدمة البرنامج أيضا. نعم إن شاء الله. إذن يا أختي فتيحة، هي أدعية أحسن الدعاء ما ورد في القرآن وما ورد في السنة، ثم ما ورد على ألسنة الصحب الكرام. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر من الأدعية الموجودة في القرآن الكريم مليحة للأولاد ومليحة لكل الناس. قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن شفاء إن شاء الله، وفيه أيضا رحمة. لذلك مليح يعني الوالدين يقرأوا هذه الآية على أولادهم. وكذلك آية الكرسي التي ورد في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعلى رأسها أيضا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها أسماء عديدة، من أسمائها أم القرآن، أم الكتاب، من أسمائها 7 المثاني، من أسمائها الشافية، من أسمائها الكافية، من أسمائها الصلاة. يعني من أسماء الفاتحة الصلاة. كي يجي واحد يقول لك اقرأ علي سورة الصلاة، المقصود بها هي سورة الفاتحة الكافية الوافية الشافية، يعني عندها أسماء عديدة تقرأ على الأولاد. وكذلك سورة الفاتحة، الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعلمون وهم يخرجون من البيت: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، إلى آخره. وكذلك ما يقرأه الوالدين على الأولاد أيضا: أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره، أو اللهم بارك فيهم ولا تضرهم، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب دكتور، قبل أن نشرع في مشاهدة الروبورتاج ثم نواصل مع المراسلات، أحسن من فرنسا يطلب منك دكتور سعيد بويزري، يعني منذ وفاة الوالدة تاعو، يطلب أنك تترحم عليها والدعاء، ولكن يفضل أن يستمع إليه بالأمازيغية. دكتور شكرا. مثلا خصنا ثم زورث في السيافور بيمك ذين قرحنا طاس غاسيون مقردي العمر لكن دينا بيوم بحبيب الله يذكر بالخير اسميث موثي ماس هناك ثورة حلفة قبل ذا وجيل، لأنه الإنسان كي يكون حتى 70 سنة 80 سنة إذا كان مات تيماه يشعر بالألم الذي لا يضاهى. لذلك كما حسنا كي ثيم يماك فلسي عفو ربي سيرزق ربي إن شاء الله الجنث عليين، وتجعل ربي إن شاء الله أكذ الأنبياء أكذ النبيين أكذ الصديقين أكذ الشهداء أكذ الصالحين وحسن أولئك رفيقا، وسيرزق ربي إن شاء الله الجنة عليين، وسيرزق ربي الفردوس الأعلى. وإن شاء الله هما الساعة تسمي ذاك ذي مايك ذوك ذاك تحملض ذي الآخر ذوني ذا خام القرار الدوني ذا خام العزيف، ولكن الآخر ذا خام القرار. ترحم ربي يرحم ينسل من مرة في نسلمين مرة إن شاء الله.
شكرا دكتور. أما بالنسبة لكريمة من فرنسا يتعلق سؤال دكتور بالعمل تاعها، على ما أظن سيكون الرد في برنامج هلا سألوا كريمة. وأحسن من فرنسا ترك هذا بينك وبينه دكتور، ثم لا نعرضه على المباشر. بارك الله فيك. شكرا. إذا كان الرد على بعض القضايا البقيت من الحلقة الماضية. الآن كما قلنا في بداية البرنامج، عنوان الحلقة اليوم هو ولا تنازعوا، ودائما البرنامج يحاول فك النزاعات والخلافات التي تحدث بين الناس، والناس يختلفون فيما بينهم فيصل الخلاف إلى القطيعة، ولكل خلاف خصوصيات. هو كما يقول فضيلة الدكتور سعيد بوزيري في البرنامج هدر للجهود للوقت وللمال، وفي بعض الأحيان الخلاف يسبب المرض النفسي والمعنوي والمرض أيضا الجسماني بالنسبة لمن هم في نزاع أو خلاف مع الناس. حتى موضوع اليوم طريقة البناء في الوقت الحالي لم تعد تحترم، ولم تعد تحترم معايير الجيرة والمنفعة العامة. فهناك من يغلق أو يقوم بغلق عن طريق بناء جدار بغلق المطلات على جاره، أو هناك من يقطع الطريق، وهناك من يتعرض ربما للضرب أو للشتم. وكل هؤلاء الجيران هم في مشاريع بناء بيوت لأولادهم، لبناتهم، لعائلاتهم، والكل يحاول أن يعيش في سلام. قبل مشاهدة هذا الروبورتاج، الزوجة يمينة وزوجها محمد هم ينتظرون من برنامج والصلح خير ومن فضيلة الدكتور سعيد بوزيري أن يعقد جلسة صلح بينهم وبين هذا الشخص، ويقولون هكذا في البرنامج، ونتمنى ذلك في الأيام القريبة بحول الله تعالى. قبل ذلك نتابع قضية وقصة يمينة ومحمد. تابعوا معنا في هذا الروبورتاج، ثم نعود للنقاش ولاستقبال مكالماتكم وقضاياكم. تابعوا معنا. يصفو سامح أنت الرابع. محمد وزوجته يمينة ظنا أنهما سينعمان بالراحة بعد التقاعد، لكن خلاف شب بينهما وبين الجار. عندما قبل اشتريت القطعة على الأرض، حاولت البناء في هذا الانتاع. كانت السيد هذا كان الجار هذا الأيمن والجار الأيسر هذا، والجار هذا كان كل واحد باني القطعة تاعو ما عدا أنا. نهار بدرت البناء تاعي حاولت لقيت المطلات، أنا الجار هذا استهلك كل مساحة 180 متر، استهلكها بدون أن يترك المسافة على الأقل 3 مترات ونص أو 4 مترات. أول المسافة هذه تعتبر أمنية، وكذلك قانون العمران يأكد على الشيء هذا. في القرار البلدية نعم يعطوك قال هذه القطعة رقم 37 المساحة تاعها 180 متر مربع، بالنسبة لي هو كذلك 180 متر مربع. في القرارات تاع البلدية تكتب المساحة فقط، بينما في مخطط التجزئة هو اللي يبين طول وعرض كل قطعة، بديها الحي كامل، كل قطعة رقم 37 شحال 38 شحال، وإحنا كامل جيران هنا عندنا 14 كل جار عنده قطعة أرض تاعو محددة الطول والعرض. وين في التجزئة، مخطط التجزئة في مخطط التجزئة فقط. سيد محمد، سيدة يمينة، إذن هذا الحائط هو محل نزاع بينك وبين بين الخصم. حل عليك النوافذ، واش كانوا هنا باش يفهم المشاهد قبل ما تطلعي هذا الصور؟ واش كان هنا؟ كانوا نوافذ من هذا البيلي هذه من حتى لهنا البيلي الأخرى. بالنسبه للحائط هذا الاول، من البيلي هذاك البيلي الاخر، الحائط الثاني من البيلي الاخر الحائط الثالث، كان فاتح على طول الحائط 12 متر. فتح النوافذ. نعم مطلات. هو من المطلات، من المفروض هو الحيط تاعو يكون ما فيش نوافذ. طبعا الصم هذا حائط الصم هو فتح ودار عليه النوافذ. انفصل من هي وحنا انفصل منها، هو ما عندوش الحق. صعدنا الطابق الثالث من منزل محمد ويمينة، وشاهدنا البنيان يتطاول حتى حجبت الشمس عنهما. وعندنا تقريبا الرطوبة في الدار، وعندنا لاليمير استعملوا لاليمير في النهار. كان من المفروض من باب حسن الجوار كان من المفروض يخلي على الأقل 3 متر 4 متر 4 متر. طبعا نحس روحي مع العلاس
نحس روحي شغل راهم معايا في الكوزينه، نسمع الحس ديالهم، نسمع الصراخ، دي فوا حتى يطلعوا علينا. يعني ما تحسيش روحك مرتاحه في دارك صراحه. وين راهي الحرمه هنايا؟ راهي الحرمه للجار يطلع على جارو. وفوق هذا ثاني النور طول طون نمشي بالالكتريسيتي، عندي الظلمه راهو طاس عليا الهواء، طاس عليا النور، ما نشوف الشمس ما نشوفهاش خلاص، ليميديتي كلات لي كاع الدرجه هذه كامل. يعني والله لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بعد هذه المشكله ربما اللي تعبك بزاف مع جارك هذا، وش هو النداء تاعك لبرنامج والصلح خير؟ انا النداء تاعي ولا نشكركم على الزياره تاعكم، والشيء اللي راكم تقوموا به شيء جميل، وتنزلوا في الرحمه والموده بين الناس، وتحاولوا باش تصلحوا بين الناس. انا نحاول الصلح، انا ماذا بيا الصلح، ولكن كل الصلح في اطار معقول، في اطار قانوني، في اطار اخوي، في اطار جواري، لكل ذي حق حقه، لان الجار وصى عليه رسول صلى الله عليه وسلم. ان الجار المفروض الجار يكون عنده حسن يتقابل مع جاره يوميا، يبتسم في وجهه والاخر يبتسم في وجهه، لان الجار مثل الاخ، مثل الصديق، مثل يعني في الافراح، في الاجراح، يعني في جميع المناسبات من المفروض الجار يكون اكثر من الاخ. الزوجان يجلسان حائران مرهقان من أعباء هذا الخلاف. ناخذ جمعة ونص ونطلع علينا هكذا غمنا الهواء النور، وش يدير الواحد؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. من 2013 وحنا نعانوا من هذا المشكل القضائي مع الجار هذا. من المفروض اننا خرجنا بالتقاعد باش نرتاحوا في الدار، في المنزل تاعنا، باش الانسان يعقب الايامات اللي بقاو له في الهنا، يبقى مرتاح. ولكن والله صح المشكل هذا تاع الجار، والله خلق لنا يعني عكرنا كامل الحياه تاعنا. الانسان واحد حتى المشاريع اللي كان المفروض يديرهم بعد ما يخرج في التقاعد. حتى بناتي عقبوا البكالوريا ما تبعتهمش، تبعتهم هي غير بالمشكل هذا، نجري مع المحامي مع الاكسبير مع واش يقولوا ولا واش كيفاش، يعني اثر علينا بزاف نفسيا، اثر علينا بزاف المشكل هذا، ماديا معنويا يعني. وحنا صابرين، احنا صابرين، ربي ان شاء الله يجيب الفرج من عنده ان شاء الله. قلبك يصفو سامح أنت إذا كان هذا ركن هذه قضيتي. إذا معاناة السيدة يمينة والسيد محمد معاناة كبيرة، ولكن رغم ذلك هم يطلبون من، أو هما يطلبان من الحلقة أو من برنامج والصلح خير عقد جلسة صلح والإصلاح بينهم وبين الجار اللي يعتبر خصمهم قانونيا، ولكن هم يريدون الأخوية والمنفعة العامة لهم ولجارهم، لهما ولجارهم، وأيضا ينتظرون من برنامج الصلح خير إصلاح ذات البين. يقول الله سبحانه عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا ننظر في هذه القضية مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. دكتور، بعد يعني النظر والتمعن في هذه القضية وفي بعض يعني النقاط الحساسة بالنسبة لعائلة محمد ويمينة، أول همهم هو هل هناك إمكانية عقد جلسة صلح؟ وثانيا يقول لك رغم أن رانا مظلومين ولكن لا بأس، نحن ننتظر هذه الجلسة بفارغ الصبر في الأيام القليلة المقبلة، ثم نرى زيارة الخبير ميدانيا إلى بيت يمينة ومحمد لنتعمعن في الأمور الفنية التي يطلبها منهم القاضي. دكتور تفضل. لك الفضل. يعني في تعليقي الأول على ما شاهدناه سادتي الأفاضل، نوجه من خلاله بعض النداءات. النداء الأول هو ضرورة احترام قانون العمران في البناء، بمعنى واحد باش يكون إنسان مواطن صالح سيفيليزي. كي نتكلموا على السيفيزم، ما يلزمش هذاك واحد يعني إذا عنده قطعة أرض يستغلها كاملة كما نقولوا في الشح. والجيران أين حقهم؟ أين حقوق الجوار؟ ثم احترام قانون العمران هو اللي يخلينا باش تحفظ باقي الحقوق.
دخول الشمس إلى البيت والهواء وكل هذه الأمور، هذه أمور ضرورية جدا. في الفقه الإسلامي نجد يعني تفاصيل للسادة الفقهاء تتحدث عن حقوق الجوار. من حقوق الجوار ألا يزعج، لا يجوز للجار أن يزعج جاره، لا يجوز للجار أن يحجب عنه الشمس. احنا في الدرجة نقولوا الدار اللي يدخلها الشمس ما يدخلهاش طبيب، يعني بين قوسين، لأنه من الناحية الصحية، صحة الناس، لا الصحة الجسمية ولا الصحة النفسية. ثم من حقوق الجوار عدم الإحراج، والشرع رفع عن الحرج، والقاعدة الفقهية تقرر الحرج مرفوع. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الجامع: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن مراعاة المسائل الشرعية، الجوانب الشرعية، ومراعاة الجوانب القانونية والفنية، هذا اللي يخلي الجوار أو الجيران يتعايشون، يتناغمون، يتعاونون. أما إذا كان كل جار يجتهد في إيذاء جاره، هذا اللي يسبب يعني متاعب كثيرة ويصنع أتعابا كثيرة. بالنسبة للأخ محمد مع زوجته، طبعا رفع نداء للصلح إن شاء الله، والمساعي جارية إن شاء الله تعالى للتواصل مع جارهم لإيجاد حل شرعي قانوني يرضي جميع الأطراف. إذن قبل مواصلة النقاش نذكر المشاهد الكريم بالأرقام الهاتفية. من أراد أن يعرض قضية، خلاف أو نزاع، فما عليه إلا أن يتصل عن طريق هذه الأرقام التي تشاهدونها في أسفل الشاشة بين الحين والآخر: 021 39 42 42، 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن بالنسبة لمن هم في ديار الغربة عليكم استعمال 00213 شعار هذا الموسم: ولا تنازعوا. نحن ننتظر اتصالات الجميع، سعيد والسيد أحمد ومن هم في العارضة التقنية. إذن شاهدتم قضية السيدة يمينة ومحمد، الآن نشاهد الخبير القضائي الذي جاءنا في برنامج والصلح خير، وقد كان معنا خلال 3 حلقات على المباشر، وقد عرضنا كل الأمورات الفنية التي يلتزم بها الخبير في معاينة أي خلاف في أرض الواقع. إذن نتابع الآن زيارة ميدانية مع برنامج الصلح خير وكاميرا برنامج الصلح خير بالنسبة لقضية محمد ويمينة، وتكتشفون معنا ما هي الأمور الفنية التي يلتزم بها الخبير عند المعاينة، كما ذكرنا في الحلقات الماضية عندما تحدثنا عن الخبرة القضائية. تابعوا معنا ونعود لاستقبال مكالماتكم. أول معاينة بالنسبة للخبير القضائي، ما هي الملاحظات الأولى في العمل الميداني وأنتم هنا معنا؟ صحيح، واش فهمنا الاخ هذا كي جينا قال لك باللي الجار تاعو دار فتوحات في لا بروميير بارتي، في لا بروميير طرونش هذه، وحتى في لا دوزيام وروح بها. هنا قال لك باللي الفتوحات اللي دارهم قبل ما يدير هو الحيط، قال لك دار الفتوحات تاع 50 سنتيمتر تاع علو اون لارجور، اي كاع الاخر كاع لا بروميير طرونش هذه، وحتى في لا دوزيام طرونش اللي راهي هنا، هذه اللي راهي هنا مقابله الدار، على كل حال مقابله الدار، وفي الترويزيام طرونش كيف راه مقابل الدار. وعلى حسب واش يقول لنا السيد هذا، الا كان دار الفتوحات هذو ما عندوش حتى حق باش يدير فتوحات يا لو كان 20/20، لان ما كاش، ما خلاش القانون. واش يقول القانون؟ يقول باللي واحد الا كان حب يدير فتوحات يطبق القانون، والقانون هذا يقولوا H/2. الا كان بنى على 12 متر يخلي 6 مترات ماهوش 4 مترات، ولا كان في الريتشوسي يخلي 4 مترات، والقانون يسمح حتى انتوليرانس حتى 3 مترات ونص. السيد لو كان محسب بناء ودخل 3 مترات ونص القانون يسمح له.
إذن الخبير القضائي سيد بالقاضي سيعاين المكان الذي يحدث فيه الخلاف بين الجيران، بين جار السيد أو السيدة عائلة زميت، وسيصعد السلم لمعاينة الحائط. جي رماركي باللي الحيط هذا تبنى وكاين ان جوان دو ديلاتاسيون دونفيرون 14 سنتيمتر. وعلاه نقول 14 سنتيمتر؟ باسكو هنشوف لقيت لا بوليستر يا دو فeuilles de polyester والبوليستر عندهم une largeur minimale de 7 cm. Et comme il y a deux feuilles, donc il y a 14 cm de joint de dilatation. Donc الحيط هذا رتبنا هنا ويا un vide qui revient le propriétaire هذا de 14 cm. علاه نقول الفيد هذا il revient au propriétaire parce que en voyant l'alignement تاع اللوتيسمون تاع الجار هذا راه هنا il est aligné مع الحيط هذا. دونك هنا l'alignement il est là et من الحيط لهنا تاع لو بروبريتير اللي راه هنا. والجوان ديلاتاسيون اللي دار هنا والسيد مول مسيو زلميت اللي دار البوليستر ما داروش بور كوتي استيتيك ولا داروا باش الا في سا بور لا سوفغارد دو بون فوازيناج باش الشتا كي طيح الشتا ما تدخلش لداخل يورا با دانفلتراسيون دو عند الجار تاعو. بعد معاينة الخبير القضائي بالحسابات لقطعة الأرض التي فوقها منزل السيد محمد والسيدة يمينة، كان هذا الانطباع. على حسب الكيد اللي درتو دركا الطول والعرض باش نلقاو المساحه تاع السيده يمينة. في الطول كان عندها 14.62 وفي العرض 12.20. دونك المساحه تاعها لقيت تقريبا 179 متر، سيتي 179 متر كاري. دونك خاص 1 متر كاري. دونك جو سوي لارجمون دون لا توليرونس. دونك الناس هذو راهم في الطرب تاعهم، راهم في لا سوبرفيسي كي راه ايتي سي و فوندو. سي بلو فاسيل ا كومبروندر. دونك راهم في الطرب تاعهم، راهم في 180 متر كاري تاعهم. قلبك يصفو إذن كنا مع ركن نزوركم في بيوتكم مع الخبير القضائي، وقد قلنا في الحلقات الماضية بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فاسأل به خبيرا. صدق الله العظيم. دكتور، كيف كان الميدان ميدانيا؟ هو معاينة هذه المشكلة، ولكن المعاينة كانت ملموسة بأمور جد تقنية وفنية بالنسبة لقضية يمينة ومحمد. تفضل دكتور. لك الفضل. في الحلقات السابقة وفي موضوع الخبرة القضائية. نعم. دكتور بعدين نأخذ اتصال. يقول سعيد ومن هم في العارضة التقنية هاجر من تلمسان. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام ورحمة الله، كي راكم؟ الحمد لله هاجر. سيدي شحال باش ما قديتش نقبضكم وتوحشتكم يتوحشك الخير. بغيت نهضر معاكم ونسقسيكم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. فيها بزاف صوالح. شكرا هاجر. الدكتور كي راه؟ الحمد لله. قاعد زاير كي راها العاصمة تيجي الحمد لله. كل شيء بخير. الحمد لله. الحمد لله هاجر. الحمد لله. هاجر إذن عندك. دكتور عندي ما نطولش عليكم، عندي قضية عمتي كلفتني بها. لعمك كلفتك بها، الله يبارك. نعم تفضلي هاجر، أنا نسمعوا فيك. نعم. هذه عمتي امها توفات في 46. نعم. انا بعدا سماوني عليها باسكو هي توفات وانا زدت. هي وجد عمتي توفى في 52. نعم. راها تسقسي عمتي لا عندها الحق في الوصيه الواجبه هي واخوها. هل لها الحق في الوصيه الواجبه؟ خاطر هما ما باعوا والو حتى لهذا العام باش راهم يتقولوا يبيعوا الرزق اللي خلاه. نعم. إلا عندها الحق دروك غادي نسقسي على كل شيء. هاجر صبري معنا شويه، دكتور يسألك سؤال. نعم. جد عمتك اللي مات في 52 نعم. واش خلى الورثه اللي زيرتي؟ واش خلى؟ 4 أولاد وزوج بنات. 4 أولاد وزوج بنات. وخلى الزوجه تاعه. والزوجه؟ خلى 4 أولاد
وزوج بنات. نعم. والزوجة تاعه اللي توفات حتى ل 85. وزوجته. نعم. نعم. هادو الدراري اللي خلاتهم امهم كانوا عدا صغار، عمتي خلاتها غير مولات 5 سنين. طيب واضح. عامين. واضح. دروك ما عطاوهم والو. ما عطاوهم والو. نعم. دروك يبغوا يبيعوا الرزق. اسكو عمتي وخوها عندهم الحق باش يطالبوا على حق امهم. واضح ام هاجر. شكرا. وإلا عندهم الحق دكتور، إلا عندهم الحق كيفاش يديروا باش يديروا. نعم، شكرا أم هاجر، بارك الله فيك. انقطعت المكالمة حتى نأخذ جميلة من قسنطينة انتظرت رجاء وليس أمرا عند اتصالكم أو الاستفسار بالنسبة لقضاياكم خلافاتكم ونزاعاتكم. يعني تلخصوا المفيد لأنه في الناس من وراكم تنتظر، ودائما في نهاية الحلقة يقولنا ما كنا نستنى وراحت المكالمة. هناك من يدير يعني يقوم بتعبئة الجوال تاعو، ربما ليزونيتي يخلصوا له. هناك من يتصل أيضا عن طريق هاتف آخر. شكرا لكم جزيلا، ونحن دائما في الخدمة دكتور بالنسبة للخبير القضائي ومعاينة منزل يمينة ومحمد. نعم. طيب إذن قلنا في موضوع الخبرة القضائية أشرنا بأن هذه الخبرة خبرة فنية، قد تكون في المجال العقاري، قد تكون في المجال المالي، قد تكون في المجال الطبي، وقد أشرنا إلى ذلك بالتفصيل فيما سبق. الذي يهمنا اليوم فقط باش نعطيه للإخوة والأخوات طريقة العمل. كاين وين لازم يكون الاكسبرتيز، لازم يكون الاكسبير يخرج للميدان، لأنه كاين قضايا كثيرة تحل عبر نعم هناك نعم عادي أنت تفضل الأولوية للمتصلين. نعم حتى ما ينتظروش. ونستقبل مكالمة أخرى من ولاية سكيكدا. أبو سفيان. السلام عليكم أخي الكريم أبو سفيان. السلام ورحمة الله. مرحبا بك في برنامج والصلح خير أبو سفيان. نعم. من فضلك عندي واحد القضية. قضية. نعم. عندي 6 أولاد و6 بنات. دقيقة أبو سفيان، 6 أولاد و6 بنات. الله يبارك. بارك فيك. وعندي 5 أولاد و5 بنات متزوجين. 5 أولاد و5 بنات متزوجين. الله يبارك. ما زالت طفلة وطفل. ما زالت طفلة وطفل. نعم. قريب تكملهم أبو سفيان. ربي قريب تكملهم إن شاء الله. ربي يفرحك بهم إن شاء الله يا بنتي. ما زالت طفلة وطفل. سفيان تزوج؟ سفيان تزوج يا أبو سفيان؟ نعم. وسفيان تزوج ولا ما زال؟ متزوجين ما زال غير طفل وطفلة. برك هذا مسؤول. ما فهمنيش. نعم شكرا. طيب وين راه المشكل يا أبو سفيان؟ المشكل دروكا هذوك اللي متزوجين داو حقهم، وهادو زوج طفلة وطفل اللي مازالوا معاي مازالوا بلا زواج. عندي طرف دراهم، قلت هذا لا نخليهم هبة لهم هما. نعم. المتزوجين داو حقهم. حقهم شرعا. طيب أبو سفيان باش يفهم دكتور، حقهم دوه شرعا ولا مديت الواحد فضلت له أكثر من الآخر، ولا باش نفهموا القضية تاعك؟ زوجوا كل واحد زوجوا كي الصورة كي البنات كل زوجوا. نعم. وهذا الجوج اللي مازالوا معايا ما متزوجينش عندي طرف دراهم، قلت هادو خلي الطفلة وطفل. نعم. لا قدر الله اللي ينوب عليه ربي باه يزوج. نعم. طيب. هذا هو بنتي. طيب يعني ما وزعتش انت التركه نتاعك يا ابو سفيان؟ يعني غير الاموال عطيت لهم اموال داروا عرسهم، هذا ما كان؟ اللي تزوجوا. نعم. اللي تزوجوها وتعرف الزواج نتاعنا حنا كيف ما خلاص. كل واحد كي تخطب له المراه تقيم له العرس وشرطوا وكلش. واضح ابو سفيان. هذاك هو حقهم. واضح. طيب ابو سفيان نعم. ابقى مع البرنامج وصلح خير، وراح تسمع فضيلة الدكتور كيفاش يرد بالنسبة لهذه القضية، وربي يبارك لك في ولادك إن شاء الله. شكرا أبو سفيان. يقول سعيد فرحات من ولاية سطيف. فرحات السلام عليكم أخي الكريم. وبركاته. فرحات. ألو. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك في برنامج والصلح خير فرحات. نعم. ما نطولش عليكم، عندي سؤال وجيه فقط. سؤال وجيه. نعم. سؤال أنا شريت قطعة أرض وأنا وجاري. عندك قطعة أرض أنت وجارك؟ نعم. لا قطعة هي ملك، الشراء كان عن طريق بعقد عرفي. شراء بطريق عرفي. نعم. وتحديد معالم قطعة الأرض والطريق بيننا. نعم. تحديد معالم قطعة الأرض والطريق بيننا كان بطريقة بحضور الناس. بنيت قبل الجار تاعي. أنت بنيت قبل جارك. نعم. أيوه. التزمت بالكلام، يعني هي القضيه كانت يعني عن طريق مفاهمه فقط، بس كيف الارض هي عباره عن قطعه ارض بعقد عرفي. بعقد عرفي. نعم. خليت من الحق تاعي حوالي 2 متر ونص. خليت 2 متر ونص من حقك. من حقي. نهار جا الدار تاعي يبني وكان الطريق بيناتنا تفاهمنا على 6 مترات. نعم. الجار تاعي واش يدير استولى على المترتين تاعي ونص. وزاد دا متر من الطريق. زاد دا متر من الطريق. هذا جارك. دا مترتين ونص تاعي داها. نعم. وزاد دا لي متر من الطريق، وزاد دا متر من حق الطريق. وادعى هو ولا ادعى بانني انا اللي ما خليتش. السؤال تاعي يعني هو يعني الكلام، يعني في الكلام يعني يعتبر يعني قبل يوم القيامه اسكو عندي يعني يعتبر حق او يعني الحق تاعي ما يضيعش ولا يضيع. طيب واضح. لان ليس هناك طريقه قانونيه باش نقوم مثلا بمواجهته. نعم، لانه كله بعقود عرفيه. نعم واضح سيد. كل شيء كان تام عباره عن واقع بالكلام. نعم كلام. نعم. طيب فرحات من سطيف، مفهومه القضيه تاعك. شكرا على اتصالك. هل هي يعني الدار هذا يقوم بوسمو يعني غادي يوم القيامه يحاسب ام الكيس. نعم. طيب ابقات حتى الطريق يعني اصبح يعني اتاذى من دخول الى منزل من طريق، حتى يعني من يدخل بالسياره تاعي الداخل الدار. بديتوها بالمفاهمه وكملتوا بالمشكل بينك وبين جارك، ولكن سيكون الرد فرحات من سطيف. ابقات تتابع في برنامج صلح وخير، راح يكون الرد بالنسبه لفضيله الدكتور سعيد بويزري. دكتور واصل، ما راحش نقاطعك الان لانه سنرى في قضيه ورثه عيسى دكتور ما نساوهمش. نعم تفضل دكتور. لك الفضل. اذا من خلال هذه الزياره الميدانيه للخبير العقاري سي احمد بالقايد جزاه الله خيرا، باش نعطيو طريقه العمل، لا ميثود دو ترافاي. يعني قلت كاين قضايا تحل عبر هذا البرنامج مباشرة. في الأول كانت لا تيوري، maintenant لا براتيك. لا، حبيت نقول كاين قضايا تحل من هنا مباشرة. فيها تيوري فيها براتيك. يعني التوجيه الشرعي، التوجيه القانوني، من خلال توجيه الناس إلى القواعد القانونية والقواعد الشرعية. هذه قضايا تحل. وهناك قضايا تتطلب حضور الخبراء في الميدان. كما اللي شفناها لازم الاكسبير يتنقل وشاف وشفتوا استخدم ادواته الفنيه من اجل بيان الحقوق. ونقولوا للناس كي تحترموا القانون، قانون العمران، تحافظوا على الجوار نتاعكم. عادي، هو الافضل من البدايه، لانه الخل وين يكون نهار اللي بعض الناس يخالفوا القانون بعد ما يقيم البنيان نوقع بعد مشكلة كبيرة. كيف نرجع الأمور إلى ما كانت عليه؟ وقد يسبب ذلك يعني كثير من المتاعب. على كل حال مادام النية موجودة إن شاء الله من الطرفين، سواء من الأخ محمد وزوجته يعني كطرف، ومن طرف الجار أيضا. وستكون زيارة إن شاء الله للجميع، نزورهم بحضور الخبير إن شاء الله تعالى، ونتمنى باش يكون الصلح في أقرب الآجال إن شاء الله، يكون والصلح خير. نعم، ولإصلاح منزلة في الكتاب والسنة. دكتور، قبل أن نمر إلى هاجر ونستقبل مكالمات أخرى، قضية ورثة عيسى بعد وفاة عيسى. نعم. الورثة هم الزوجة، ابن العم، بنت العم، وأبناء ابن العم.
الورثة راهم يسألوا كيفاش تكون ربما الفريضة أو الميراث. نعم. نعم، قضية ورثة عيسى ربي يرحمه. اللهم امين، ربي يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين ان شاء الله. نقول بالنسبة لزوجة المرحوم عيسى ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الربع انكار 1/4. انكار نعم. يعني واش خلى كامل تاخذ الربع في كل شيء. اذا كان خلى دراهم، خلى مثلا 400 مليون، عندها الربع يعني عندها 100 مليون. إذا خلى مثلا 40 شجرة هي تدي الربع، معنا 10 أشجار. نعم. كل حاجة الربع. نعم. 1/4. والباقي يؤول إلى ابن العم الشقيق. بالمناسبة ذكر اسمه هنا حسن. الباقي يرثه ابن العم الشقيق. نعم. باعتباره وليد خوه يعني. لا وليد عمه. وليد عمه. نعم. يعني أولى عصب ذكر. نعم. أولى عاصب هو هذا. نعم دكتور، باش نفهموا الأب لا غير موجود. حنا نتقيد بال الله يبارك فيك. في الفرائض كاين قواعد تسمى قواعد الحجب. نعم. يعني والقواعد الحجب كاين إما الحجب يكون عن طريق الجهة. فإذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة، وإذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. نعم. يعني هذه قواعد ذكرناها وشرحها يطول، فقط باش نطبقوا هذه القواعد على القضية نقولوا ابن العم الشقيق هو أقرب عاصب إلى المتوفى المورث. نعم. فيرث الباقي تعصيبا بعد ربع الزوجة. الزوجة ترث الربع والباقي كله يروح لابن العم الشقيق. نعم. أما بنت العم فلا ترث، وأما أبناء ابن العم هؤلاء أيضا محجوبون حجب حرمان بالدرجة، فالجهة واحدة ولكن الدرجة تختلف. ابن العم مقدم على أبناء ابن العم، هو الصف الأول. نعم هو الحاجب. نعم. إذن هذو ما يورثوش. نعم. نعم. هكذا واضح دكتور بالنسبة نعم. لورثة عيسى. طيب دكتور، قضية حجيلة من تيزي وزو حتى ما يبقوش في الأخير، ثم نعود إلى الاتصالات. تقول قضية حجيلة من تيزي وزو. الوالد كبير في العمر ومريض، يملك قطعة أرضية، عنده 8 بنات و3 أبناء، وتقول نحن تنازلنا عن حقنا في هذه الأرض برضا مطلق يعني، ولكن الوالد الآن خائف من هذا الأمر رغم التنازل. نعم. الناحية الشرعية دكتور. نعم نجاوب إن شاء الله باللغتين مادام الطالب كان هكذا. بالنسبة للأخت حجيل، الوالد نتاعك راه مريض وكبير في السن كما قلتي، عنده 8 بنات 8 بنات و 3 أولاد 3 أبناء. نعم. الجواب مادام انتم تنازلتم برضا مطلق كما ورد في السؤال، يعني بلا إكراه، بالرضا نتاعكم لفائدة الأبناء، شغل دار لهم دوناسيون هبة، دار لهم هبة، انتم تنازلتم بمحض الإرادة، هذا أمر ليس فيه حرج. نعم. ولكن يكون الحرج لو كان الحرمان بنية فاسدة، يعني بغى يحرمكم ما يمدلكمش. هنا نذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو الأصل، أنه الإنسان يعدل بين أبنائه وبناته، هذا هو الأصل. نعم. يبقى إذا كان البنات تنازلوا بمحض الإرادة بالرضا نتاعكم فالحرج مرفوع شرعا هكذا. لذلك باباكم ما عنده حتى حاجة يخاف عليها. إذا كان عنده تركة أخرى درك ماناش عارفين شكون يموت الأول، اللي مات فهو يورث، والأحياء هم الورثة هم الخلفاء. أشميني غاوت ما حجيلة يعني فافا مثلا نظم قرض الأعمار ويرنا ضموضين يسعى 8 يسيس 8 قشيشين أكو 3 وراش
سنض باللي تجامسي الحق خمسي باش بابا خمس اذيف كهيبه يعني هبه ثكشي يوراويسي ثلاثه سلفغين خمس مادام سلفغين خمس ولاش الخوف الشرع يجوز باش بابا اذيف كي يوراويس سلفغين خمس خاطر نتسا ذي الشرع الى قد الساعذل يروى الراويس اكن مال انا ما ذرش ما تيقشيشين النبي عليه الصلاه والسلام اقوى ربي خذ مثل عذل يرد دريانون اما قشيش ام تقشيشت مادام سلفغين وخمس جامسي الحق وخمس تفكامث وثمث وخمس ثلاثه يدسن ورسايم ثارا دنوب وفافثون وري ساره دنوب وري تساقوذ وري حدزن هذيك ساغفل يوليس. بارك الله فيك دكتور. إذا لدينا يعني عندنا الوقت لاستقبال اتصالات أخرى أو قضايا أخرى. سعيد وسيد أحمد بوعاصم أيضا من هم في العارضة التقنية محمد أمين يعني العدد تاعهم الله يبارك. شكرا مروان مروان أيضا. إذا اتصلوا بالبرنامج لعرض القضايا ونحن في نفس الوقت نرى في قضية هاجر من تلمسان قضية العمة دكتور اللي ذكرتها تقول باللي العمة توفت وكاين الوصية الواجبة يعني حق في الوصية الواجبة. هل لها الحق في الوصية الواجبة العمة هذه؟ عندها 4 أولاد وزوج بنات هكذا دكتور. نعم. طيب أولا هاجر من تلمسان. نعم هاجر من تلمسان. الجواب أولا الفريضة العادية كالآتي: كي مات جد العمة نتاعك عام 1952 ترك زوجة وترك بنتين وترك 4 أبناء. الزوجة ترث الثمن. نكمل بعد المكالمة. نعم. إذن سنعود إلى الزوجة التي ترث الثمن. دكتور نستقبل مكالمة من ولاية البويرة. مصطفى من البويرة. شكرا. السلام عليكم أخي الكريم مصطفى. وعليكم السلام. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير مصطفى. ما راناش نسمعوا فيك مصطفى، ممكن ترفع صوتك من فضلك؟ وي انا بروبليم تاع واسمو كاين اون ميزون بدات في الدشره ومن بعد دون لا ديلوكاليزي بعد اون ميزون من فضلك مصطفى اون ميزون في الدشره. نعم. il a été délocalisé. Elle a été délocalisée. Un partage نعم. bon on tenait compte de la villa هذه. نعم. بعد il y a eu des problèmes دوكا حب يغلق لي تواقي هكذا تاع لا فيلا هذه. Des problèmes avec votre voisin Moustapha. Avec l'acte de possession اللي عنده وانا ما عنديش l'acte de possession. Parce qu'au départ il y avait pas un litige. نعم. pas cherché à comprendre. mais au moment هذايا il y a un problème. Donc il y a l'expertise ومن بعد خرج باش يدون بعد حبسوا. on a voulu نصلحوا هذا مع الناس تاع الدار مي سي با بوسيبل. il y avait quelqu'un بعد صارت المناوشات صارت des bagarres ومنا. il a voulu imposer son dictat. voulait avoir une solution de votre part ولا une solution. ولا نبعث نعم. مصطفى من البويرة هذا c'est votre voisin. c'est mon frère. c'est votre frère. مالوغوزمون. معليش مصطفى ما راحش تكون يعني النهايه بهذه الطريقه. اكيد انه في حل مع برنامج الصلح وخير. دكتور تحب يخلي رقم تليفونه او ذلك افضل. نعم. اذا مصطفى vous pouvez laisser votre téléphone vers la fin de l'émission. دكتور سعيد بوزيل سيتصل بك ولكن سيأخذ بعين الاعتبار الرد على هذه المساله بينك مصطفى وبين الاخ تاعك. شكرا على الاتصال. نعم. نعم دكتور. الو محمد من العاصمة. نعم شكرا. السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. وش راك محمد؟ راك بخير؟
الحمد لله الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بك في برنامج الصلح وخير. انا والله كنت نشوف التلفاز وكنت نشوف الحصه ديالكم، والله رعيت قلت لازم نهضر مع الشيخ، نتصل مع الشيخ، ولا كان الرقم ديالو محتاج نصيحه تاعو. نعم. طيب محمد من العاصمة، الأحسن أنك تخلي رقم التليفون تاعك مع التقنيين، بعد نهاية البرنامج راح يتصل بك. يتصل بي الشيخ. نعم يتصل بك الشيخ. نعم. مؤكد هذا الأخت. ما تركزوش برك يا جماعه الخير. سبحان الله، هو يتصل بالناس احيانا نتصلوا بكم ونلقاكم. الله يحفظك. صح، بارك الله فيك. السهر برك شويه ان شاء الله. السهر، وسترى بان الدكتور سيتصل بك يا محمد من العاصمه. ما تقطعوش لياس، لانه انتم اوفياء للبرنامج ونحن ايضا اوفياء للمشاهد الكريم. عندما نقول سنتصل باذن الله. اذا دكتور، تكلمنا على الزوجة توقفت عند زوجة ترث الثمن. نعم. إذا أم هاجر، قلت نحاول نديروا فريضة الآن، نديروا فريضة لجد العم نتاعك اللي مات في 1952 عن زوجة وبنتين و4 أبناء. الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث 1/8. بالنسبة للباقي الشيء اللي بقى كامل. اسمح لي. نعم اسمح دائما الأولوية للمتصلين. عبد المجيد من العاصمة. مرحبا عادي. طيب دكتور يقول لك مرحبا بك عبد المجيد من العاصمة، انقطعت المكالمة. حاول الاتصال عبد المجيد من العاصمة. تفضل دكتور. لك الفضل. 4 أبناء و2 بنات. الباقي تعصيبا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كي نقولوا الباقي تعصيبا معنا بتضعيف نصيب كل ابن، معنا 4 في 2 يوليو 8 و2 بنات صافي 10. معناتها الشيء اللي بقى كامل بعد ثمن الزوجه كي نحو لو 8 تاع الزوجه، الشيء اللي بقى نقسموه على 10، يقسم على 10. نصيب السهم الواحد بالنسبه لكل ذكر 4 أبناء هذوك، كل ابن نضربوا النصيب المقدار السهم الواحد مضروب في 2 باش نلقاو نصيب لكل ابن. بالنسبة للبنتين كل بنت عندها قيمة السهم الواحد مضروب في 1. هذه القاعدة اللي موجودة في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن السؤال مطروح. مكالمة؟ نعم دكتور. معذرة دكتور. معلش عادي. نأخذ اتصال من ولاية سوق هراس. السيد عمار من سوق هراس. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم، واش راك الوقت نجاة؟ والله الحمد لله سي عمار، واش راك بخير؟ الله يبارك فيكم وان شاء الله، ونحيي الدكتور فضيلة السعيد بوزيرة وينور فينا وينور الشعب الجزائري. ان شاء الله منورين بك يا سي عمار. الوقت نجاة بدون إطالة على المواطنين. نعم، وأنت دائما تختصر. نعم. أنا عندك دائما. شوفي المشكل هذا تاع التنازعات وجر المواطنين للمحاكم. هاكي معايا أختي نجاة؟ راني معك وراني نسمع فيك. نعم. شوفي كل المنازعات وكل الخبراء هذا وكل المشاكل تاع المواطنين تعود إلى أصحاب العقار اللي يملكون عقارات داخل المحيط العمراني. نعم. القانون وش يقول لك؟ يقول لك مثلا عندي 50 هكتار داخل المحيط العمراني كي نجي نبيعها لازم ندير شروط، دفتر الشروط، لازم ندير تجي الصناعي غاز، ندير الصناعي غاز، ندير تريسيتي وندير الغاز وندير الماء وندير قنوات صرف المياه. وكي نروح للنوتير مثلا كل واحد نبيع له 200 متر نشرط عليه عند النوتير نقول له تخلي لي سباس ما بينك انت وجارك على الاقل 300 مترات. وذوق القانون الجديد يقول لك تخلي جاردين اوراق وتوسع على جارك. اما هو اللي يبيع راهو يبيع بصفه قانونيه، لكن أين يمكن الخلل؟ المصالح التقنية التابعة للبلدية لا تراقب. نعم. وشرط العمران عندما احنا داروا لنا حي فيه 200 سكن كي جاو أصحاب الغاز زرقا قال لك 200 كاين 28 حالة لازم نهدموا لها. وكاين قانون على ما أظن والدكتور سعيد بويزر أدرى بذلك، كاين قانون عن القاضي العقار يقول لك البناء اللي فاتت 25% لا تهدم. وإذ به واحد كيبيع داخل المحيط العمراني
ويجي واحد يبني وجاره ما عندوش مازال ما داش ما عندوش دراهم باش يبني. نعم. علاه ما تجيش الشرطه والمصالح التقنيه تاع البلديه والسيد اللي بايع وشاري ويقول له ها الرسم تاعك واش تخرج جارك. نعم. واذ به هما اصحاب العقار هما اللي يديروا في المشاكل. نعم. البعضهم ويجروا درك واحد كي نطلع انا كاتريام ايطاج ويجيني خبير ويكون الخبره لصالح السيد هذاك والزوجه تاعو، راح نرفض انا الخبره الاولى والخبره الثانيه والخبره الثالثه والقضيه لا تحل على 20 سنه. نعم. وبارك الله فيكم. كما قلنا هدرا للوقت. احنا نسكنوا في عماره جات الدوله بنات كازورات كاتريام ايطاج قدام قبل ما تبني كازورات نربوا عندنا 4 سكان الديار نتاعهم بالتيرنيت. نعم. يعني حتى تلق النوافذ نتاعهم بالدجاج. هل الموظف كي يخرج ويجبي على الطاقه هل يلقى الراجل هذاك والمراه تاعو في الحوش يدير يشرب نعم. القش ولا لا؟ يعني يكشف عليهم. الدولة راه يدير في واحد الغلطات كبيره. نعم. وبارك الله فيكم. السلام عليكم. أنت تقول أن أسباب المشاكل هم أهل العقار. شكرا عمار من سوق هراس. لست أدري دكتور إذا كان نأخذ مكالمة سهام من خنشلة، راهي مازالها موجودة معنا. سهام من ولاية خنشلة. السلام عليكم سهام. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. انقطعت المكالمة. طيب الآن دكتور يعني يجاوب على القضايا. تفضل دكتور، قطعتك قبل قليل لأخذ اتصال. تفضل دكتور. إذن ما زلنا مع موضوع قضية عمة الأخت أم هاجر. نعم. إذن درنا الفريضة، قلنا الزوجة الثمن، الباقي يروح للبنتين والأبناء طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولكن الآن وصلنا إلى توفيت عمة الحاجة أم هاجر في عام 1946. هي تسأل عن الوصية الواجبة وعن التنزيل. قلت يا أختي الفاضلة، احنا في الجزائر قبل صدور قانون رقم 84/11 اللي صدر في 9 رمضان 1404 الموافق ل9 جوان 1984، وبالذات المواد 169 170 171 172. قبل ما يصدر هذا القانون هذه الوصية هذه كان وين يطبقوها كي يخلي الوصية، وحنا معروفة قال يغرسهم في حياته. قال هذا مات، قال هذا اللي مات عنده أولاد ولا عنده طفلة ولا عنده طفل، يعني يوصي. احنا كنقول يغرسهم، هذه مصطلح عرفي. نعم. عرفي، ولكن هو في الحقيقة المصطلح التقني الشرعي هو الوصية. تسمى الوصية، وصية اختيارية. طيب، ولكن في الجزائر كاين بعض الجهات وين يطبقوا هذه القواعد نتاع التنزيل، كاين جهات وين ما يطبقوهاش تماما. نعم. لذلك في 1984 إلى غاية الآن بعد ما صدر القانون المشار إليه أصبح هناك تنزيل إجباري. هذه وصية واجبة. وصية واجبة. لذلك من الناحية القانونية في هذاك الوقت ما ياخذوش، لأنه المادة القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. نعم. ما نطبقوش القانون بأثر رجعي. نعم. ولكن يطبق القانون بعد صدوره، ثم تسري قواعده وأحكامه على الناس وفق الشرط أو خاصية القاعدة القانونية. من خصائصها أن القاعدة القانونية عامة ومجردة. ولكن الآن نقول لك ما هو الحل. احنا في إطار والصلح خير، ما نخبيش عليك يا أم هاجر، نقول مادام نية أولا في الفقه الإسلامي نجد ما يثبت ما تقرر في القانون الجزائري. نعم. هذا من جهة. نعم. من جهة ثانية أن نية المشرع اتجهت نحو تبني قواعد الوصية الواجبة، والدليل أنه قننها في القانون المذكور آنفا عملا بهذا. ثم الاعتبار الثالث أنه هذه أرض الله في النهاية. نعم. في النهاية مادام يعني هناك لقينا نافذة باش نطبقوا نورثوا الناس بالسلام. هذا مكان. نعم. هذا مكان. وحنا عارفين بلي ولله ميراث السماوات والأرض. وقد أشرنا إلى هذا الموضوع بمختلف المعالجات فيما سبق.
كل حلقة يعني. نعم، لذلك نقولوا الناس كي ندخلوا دائما احنا بالصلح نقولوا ورثوا بالصلح باش نأكد على هذا الكلام. وكثير من الناس يقولوا حتى بأبناء الشهداء، بنات الشهداء اللي قلنا لهم قضايا كثيرة نقولوا يا الناس إذا كان بالصلح وتقريبا اللي دخلنا فيهم بنسبة 99.99% فرات. وأقول هذا الكلام وأتحمل مسؤولية ما أقول. بنسبة 99.99% من القضايا هذه اللي دخلنا فيها عن طريق الصلح حلت، وبقي 0.0 وهكذا، يعني نسبة ضئيلة جدا. وحتى هذون عندنا أمل أنه يفروا هذا بطريق الصلح، بالطريق الودي الأميابل، ولكن بالطريق القضائي ما نقدروش نجزموا. هذه من صلاحيات القضاء، من صلاحيات القضاء. نعم دكتور. أبو سفيان من سكيكدا اللي قال عنده قضية، عنده 6 أولاد و6 بنات، 5 أولاد تزوجوا و5 بنات تزوجوا الله يبارك، ويقول أعطيت لهم حقهم، بقات له طفلة وطفل دكتور، ماذا يفعل؟ الله يخلي لهم يعني يعطي لهم هبة يحجزها لهم لزواجهم. نقول لك هذا أمر مشروع ليس في ذلك أدنى حرج. باش تعدل بين أولادك، يعني الله يبارك 5 أولاد 5 أبناء تزوجوا كما نقولوا من الدار، يعني انت عاونتهم وقفت معهم وصرفت عليهم وكذا، و5 بنات ايضا انت جهزتهم وكذا ما شاء الله، بقى لك ابن وبنت، وراك خليت مبلغ من المال لهما احتفظ به لأجل لهما، يعني هذا امر يجوز. ولكن نقول لك ملكهم هذه الهبه. علاش نقول لك هكذا؟ لانه اختنا جات لو كان درك هذا يعني استغزل عمرك يا ابو سفيان، يعني ان شاء الله بطولة العمر. لو كان انت تنتقل الى الدار الاخره ما تركته فهو ميراث. لذلك ممكن هذا الاولاد المزوجين مع البنات وكذا يقولوا يسالوا فيه. ولكن نقول لك الان ملك ابنك وملك ابنتك، المبالغ لك تشوفها يعني كافيه للعرس نتاعهم. ان شاء الله ربي ييسر لهم الزواج وييسر الجميع ان شاء الله. البنات والابناء ربي ييسر للجميع الزواج ان شاء الله. ملكهم هذه الهبه، ياخذوها عندهم والسلام. وبعدين ماناش عارفين اللي يموت اللي مات فهو مورث، والباقي يعتبرون ورثه وهم خلفاء طبقا للفريضة الشرعية. نعم دكتور. وهذا الأمر يجوز، يعني اطمئن يا سي أبو سفيان. يجوز، نعم يجوز بالنسبة لأبو سفيان. فرحت من سطيف اللي قال شرى قطعة أرض بعقد عرفي وكل الأمور عملها بعقود عرفية مع الشخص يعني اللي كان عنده مشروع معه، ولكن في الأخير تحولت هذه العقود العرفية إلى مشاكل بينه وبين هذا السيد دكتور. ماذا يرد فضيلة الدكتور سعيد بويزري؟ نعم. أولا بالنسبة للعقارات يا سي فرحات، وعلى بالك العقار مشكل. يعني كلما مرت الأعوام ومرت الشهور كلما ازدادت قيمة العقار. لذلك الآن في ناس يشترون العقارات ويخليوها، يجي نهار تغلى وكذا وسعرها يعني يولي يعني أعلى وأغلى، فبالتالي ويبيعوها ويديروا بها مشاريع أخرى. لذلك ذكرنا هذا يا سي فرحات أخويا فيما سبق، يعني في حلقات كثيرة تناولنا موضوع العقار من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية. جبنا معظم النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع الحساس جدا. طيب، وبينا بأن العقود العرفية الآن لم تعد يعني صالحة. بكري كان القانون الجزائري يعترف بالعقود العرفية. ولكن بدءا من 1970 لهنا لا، فيشترط القانون شروطا معينة في المجال العقاري، في البيع والشراء وإلى غير ذلك. وحتى في المنقولات أيضا لابد من مراعاة يعني شروط قانونية معينة لنقل الملكية بشكل سليم هادئ بلا نزاع. ولكن انتم درتوا كل شيء بشكل عرفي، ولكن كما قالت لك الأخت نجاة بديتوها بالعرف، بديتوها برحمة ربي، بديتوها بالخير، وبعدين
هو الشيطان واعر، يعني الشيطان واعر الوثيقة والثقة. نعم. درك وصلتوا باش كما يقولوا تغلثوا هذيك الارض اللي شريتوها وكذا وكذا، هذه الشراكة الى مشكل اخر. وبعدين انت قلت خليت من حقك حوالي 2.5 متر والطريق 6 امتار، 3 من عنده 3 من عنده، بعد ثم استولى هو على 2.5 متر. نعم. وهذه هذا عدوان. لا يجوز له يا سي فرحات باش يستولي على 2.5 متر هذه نتاعك، ولا يجوز كذلك باش يستولي على المتر نتاع حق الطريق. ربما ما كانتش النية في البداية دكتور. نعم. ربما ما كانتش النية في البداية. سبحان الله، يعني هذا الخطف وهذه اللعب شطرتك وهذه الامور كامل دكتور. والله لا تليق. اعطوا الطريق حقه. نعم. اعطوا الطريق حقه. وذكرنا فيما سبق انه هذه من حقوق الارتفاق. حقوق الارتفاق راهي منصوص عليها في الفقه الإسلامي، ومنصوص عليها في القانون الجزائري وفي القوانين الأخرى في عند سائر الدول. نعم. يعني هذه مطلوبة يعني. وإذا ما كانش حق ارتفاق تولي أرض محصورة، والأرض المحصورة لازم يكون عنها الطريق الموصل إلى الطريق العمومي. كل هذه المسائل الفنية القانونية شرحناها فيما سبق. لذلك هو استولى على هذه الأمطار نتاع، سواء نتاع الطريق ولا الحق نتاعك. الجواب أولا نشوف لك، لازم تشوفوا الناس بيناتكم، أهل الخير يتدخلوا، أهل الخير، ومليح يكون معاكم خبير كما شفت الخبير اللي راه تنقل يعني وريناه. نعم. قبل حين يعني. نعم. الخبير العقاري هو اللي عارف هذا الموضوع من ناحية الفنية من ناحية القانونية. نعم. وتستعينان بالناس العقال اللي موجودة عندكم في الصيف يا سي فرحات أخويا، ويدخلوا الناس بيناتكم يفروها بالخير، يرجعوا بالخير. يعني علاش نقول هذا الكلام؟ لأنه مازال موضوع الجماعة عندنا في الجزائر وفي البلدان الأخرى الإسلامية مازال الجماعة عندها وزن واعتبار. نعم. صحيح. درك ممكن واحد يسمعني يقول لهم ما بقى لا جماعة ولا شيء. يقول لك يا أخي لا نيأس، نحن نزرع الأمل. والصلح متجذر في نعم. المجتمع. متجذر في المجتمع ولا ينكر. وهناك نعم. حالات تشكل عقبات. نعم. كاين ناس ربي يهديهم يبغيو يديروا مشاكل، يشوشوا على الناس، يقلقوا الناس، يقول لك ما نستعرفش. نعم. ما يستعرفش لا بالجماعه ولا بالصلح ولا بكذا. نصبروا عليهم، هذا واش نقدر نقول لك. نعم. نصبروا عليهم يا اخي فرحات. الصبر كما ذكرت. لازم الصبر، لازم الصبر. نعم. لازم والله غير الصبر. لازم. علاش ربي قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب، باش الانسان يكون عنده هذه القوه المعنويه تخليه يكمل حياته في الخير ان شاء الله. نعم. شوفوا ناس اهل الخير والعقلاء الله يبارك، وزايد الخبير يحضر معكم كاش خبير فني يساعدكم في ايجاد الحل الودي بعيدا عن كل أشكال العنف، سواء كان معنويا أو كان ماديا. ثم يقول الكلام هل ترى عنده وزن يوم القيامة؟ أعتقد هذا آخر سؤاله. يقول يا سي فرحات الكلام هو الصح. 3 دقائق دكتور باش نخليك إن شاء الله وقتك إن شاء الله. الكلام هو الصح يا سي فرحات أخويا. نعم. ربي قال في القرآن في سورة قاف الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناه أنتم بيناتكم كلام موجود، والعقود تبرم بألفاظ اللافظين. كاين عقود. نعم. حتى لما عندكمش كواغط وعندكمش وثائق وكذا، ولكن العقد شرعي. لذلك الكلمة هذه عندها وزنها عند رب سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة عندها وزن أكبر، لأنه يومها نجد الحكم العدل جل جلاله. نعم. دكتور مصطفى من البويرة اللي قال on a acheté une maison ولا a été délocalisée. مشكل بينه وبين الأخ تاعو. صحيح يا سي مصطفى خويا، إن شاء الله أنت خليت الهاتف نتاعك. ما قلناه الآن نعودوا الآن. نقول لك لازم يكون اكسبير، لازم يكون خبير بيناتكم. نعم. يكون حاضر بيناتكم. علاه؟ لانه انت قلت وصلت المناوشات وكذا، راهي خوك يا سي مصطفى خويا ان شاء الله هو ثاني يكون يتبع فينا. هذا النزاع عنده حل، نتواصلوا معك. اذا كان لازم نجيو حنا، اذا كان لازم نبعث لكم خبير يجيكم خبير يجيب يعني المعطيات من الناحيه الفنيه. المهم انت تقبل وهو يقبل، خاطر حنا الصح يا سي مصطفى هذا الكلام لك ولغيرك. نعم. اذا كان الاطراف النزاع ما قبلوش الصلح ما نقدروا نديروا ولا شيء. نعم. ننصحوا، نوجهوا، ندعو فقط. نعم. ولكن هذا شرط أساس. إذا كان قبل نزوركم إن شاء الله ما كان حتى حرج ونلقاو حل لهذه المشكلة سي مصطفى.
دكتور بقوا 2 دقائق. عمار. ربما عمار محمد بن العاصمة ينتظر الاتصال. محمد. عمار، هل تنظر في القضية؟ صحيح، يعني الأخ عمار في الحقيقة أثار موضوع مهم. نوقفك هكا دكتور. رسائل نعم، رسائل تاعك حلوة في آخر الله يسلمك، بارك الله فيك. بس يا عمار نجاوبك بشكل مركز. أولا يا أخي عمار، بارك الله فيك، ما ذكرته صحيح. يعني أحيانا أصحاب العقارات هم اللي يصنعوا المتاعب ويصنعوا الأزمات. نعم، المشكل هكذا قال. نعم طب تماما. ونهار اللي تكون ليغويزم، هذيك الأنانية، كل واحد يعني يحب يدي لوحده وما يشوفش المآلات، ما يشوفش في المآلات، وعدم احترام القواعد الشرعية وعدم مراعاة القواعد الأخلاقية وعدم مراعاة القواعد القانونية. هذا هو الأساس، هذا هو المشكل. سي عمار، تعليقك يعني تعليقي على موضوعك مهم جدا، سنرجئه اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. شكرا. إن شاء الله. شكرا دكتور، وفقك الله في حب الخير. دكتور سعيد بويزري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو.